عرض له المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام البرازيل هو عار على كرة القدم ووصمة عار على الVAR، ونحن هنا من واجبنا إعادة الاعتبار للمنتخب المغربي. ألف مبروك، الفيفا تعلن قرارا تاريخيا ينصف المغرب بعد احتجاج فوزي لقجع ودخول كولينا وخبراء تحكيم عالميين على خط الفضيحة التحكيمية التي زلزلت عرش كرة القدم في مباراة المغرب والبرازيل، واعتراف الحكم الإيطالي بظلم المنتخب المغربي. شاهد ماذا حصل. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نعرف كم شخص هنا ما زال متضامنا مع أسود الأطلس. اضغط إعجابا الآن وعبر عن دعمك في التعليقات، ودعونا نرفع صوت العدالة. في الساعات الماضية لم يكن الحديث في العالم الرياضي عن الأهداف أو خطط اللعب أو التكتيكات، بل عن كلمة واحدة فقط: فضيحة تحكيمية وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ كرة القدم الحديثة. فضيحة جعلت عشاق الكرة، خبراء التحكيم وحتى لاعبين معتزلين يصدمون مما وقع في مباراة المغرب والبرازيل. تقريبا لا أحد كان يتوقع أن تتحول مباراة بهذه القيمة إلى نقطة سوداء في تاريخ الفيفا، لكن ما حدث كان أكبر من مجرد خطأ تحكيمي. كان مخططا مدروسا وموجها بحسب اعتراف شخص واحد قلب الطاولة: الحكم الإيطالي نفسه، في مقطع صوت مسرب. وبحسب مصادر مقربة من لجنة التحكيم، الحكم قال بصوت مرتبك ومتردد: أنا أعترف، المباراة لم تكن تحت سيطرتي، كانت هناك ضغوط كبيرة جدا. قبل اللقاء تم إبلاغي بتوجيهات محددة بخصوص كيفية إدارة المباراة، وطلبوا مني أن أتسامح مع خشونة المنتخب البرازيلي وأن أكون صارما مع لاعبي المغرب. ثم أضاف بجملة أثارت الرعب داخل الفيفا: لم تكن قراراتي كلها من رأسي، البعض كان مفروضا علي، بعض الجهات كانت تريد نتيجة معينة وكان علي أن أطيع. وعندما سأله أحد الخبراء أثناء التحقيق عن تلك الجهات صمت لثوان، ثم قال كلمة واحدة فقط: قوة أكبر من الحكم، أكبر من اللجنة، أكبر من الفيفا نفسها. هذا الاعتراف وحده جعل حالة صدمة تعم مقر الفيفا، لأن الأمر لم يعد خطأ تحكيمي، بل شبهة تدخلات خارجية في نتيجة مباراة رسمية تحت مظلة كأس العالم. والأخطر أنه قال في نهاية اعترافه: لو عاد بي الزمن لما قبلت التحكيم في تلك المباراة، لأن ما حدث فيها لم يكن كرة قدم. بعد ساعات قليلة من اعترافاته الصادمة، تلقى فوزي لقجع دعوة رسمية من الفيفا لاجتماع وصف بأنه الأخطر في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم. داخل مقر الفيفا في جلسة مغلقة حضرها رئيس لجنة الحكام العالمية بيير لويجي كولينا، مدير إدارة الVAR، 5 من أشهر خبراء التحكيم في أوروبا، ممثلو الاتحادات القارية، إضافة إلى لجنة قانونية خاصة. بدأ الاجتماع بعرض لقطات المباراة من زوايا لم تعرض على التلفاز، تسجيلات صوتية لمحادثات الفار، رسائل وضغوط ومعلومات لم يكن أحد قادرا على كشفها قبل اعتراف الحكم الإيطالي. وبحسب مصادر قريبة من الاجتماع فإن كولينا كان غاضبا بشكل غير مسبوق، وقال بصوت مسموع: هذا ليس مجرد خطأ، هذا خرق لقوانين النزاهة، وهذا يمس سمعة كرة القدم العالمية. بعدها تم تشغيل تسريب صوتي كان مفاجأة للجميع، صوت الحكم الإيطالي أثناء المباراة وهو يتردد، وصوت الحكم في غرفة الVAR وهو يقول بوضوح: هذه لمسة يد، هذه ركلة جزاء واضحة للمغرب، القرار واضح، احتسبها الآن. لكن الحكم الإيطالي أجابه بصوت خافت: لا أستطيع، هناك ضغوط، أفهمني. في تلك اللحظة ساد صمت كامل داخل القاعة، الكل تجمد. هذا التسجيل وحده كان كافيا ليغير كل شيء. بعدها تحدث فوزي لقجع بصوت قوي وبلهجة حاسمة غير قابلة للنقاش، وقال: المغرب لن يقبل أن يصبح ضحية، الكرة ليست ملكا لأحد، نحن لا نطلب مجاملة، نحن نطلب العدالة. ثم أضاف: إذا لم يتخذ قرار تاريخي عادل فهذه البطولة ستكتب في التاريخ كوصمة عار لا كإنجاز كروي. هذه الكلمات تسببت في موجة تصفيق داخل الاجتماع، وهو أمر نادر في جلسات الفيفا المغلقة. الآن ماذا حدث بعد كل هذا؟ بحسب وثيقة أولية سربت من مكتب لجنة التحكيم في الفيفا، هناك 3 قرارات قيد الدراسة النهائية.
1. إيقاف الحكم الإيطالي مدى الحياة بسبب الإضرار المتعمد بنتيجة المباراة، مع توقيع عقوبات على طاقم الVAR المتورط بالصمت. فتح تحقيق رسمي بخصوص الجهات التي مارست الضغط، خاصة بعد الإشارة إلى الجزائر وقطر في تصريحات الحكم الإيطالي، والتأكد مما إذا كانت هناك أطراف خارجية أثرت على مجريات المباراة. 3. إعادة النظر في نتيجة المباراة واتخاذ قرار بإعادتها أو اعتبار المغرب متأهلاً إذا ثبت أن نتيجة اللقاء كانت موجهة بشكل يمنع العدالة. وهنا صرح أحد الخبراء الحاضرين: إذا ثبت التدخل الخارجي، إعادة المباراة لن تكون خياراً بل واجباً قانونياً. لكن الجديد لم يتوقف هنا. وفق مصادر إعلامية موثوقة، تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة تضم خبراء أوروبيين وأمريكيين، إضافة لخبراء سابقين في غرفة الفار، مهمتهم تحليل كل ثانية من المباراة، بما في ذلك توقيت اتخاذ القرارات، تغير لغة الحكم أثناء الضغط، إشارات داخلية قد تكون صدرت من أطراف خارجية، مقارنة سلوك الحكم في مباريات سابقة. وأشارت تقارير أخرى إلى أن الفيفا طلبت رسميا فحص سجلات المكالمات والرسائل قبل المباراة ب84 ساعة. وهذه المرة الأمر ليس مجرد تحقيق داخلي، بل إجراء قضائي رياضي كامل قد يؤدي إلى إلغاء اعتمادات حكام، عقوبات مالية ضخمة، وربما منع اتحادات معينة من التأثير في مواقع القرار. ولكن المفاجأة الأكبر ظهرت بعد الاجتماع. تقارير من صحف إسبانية وفرنسية أكدت أن اتحادات أخرى دخلت على الخط وطالبت الفيفا بتغيير منظومة التحكيم كاملة، معتبرة ما حدث مع المغرب ليس حادثا فرديا، بل نموذجا لفوضى مستمرة تهدد نزاهة كرة القدم العالمية. بل حتى محللين أوروبيين قالوا علنا: إن لم يتم التعامل مع ملف المغرب بجدية، فإن الثقة في التحكيم ستنهار إلى الأبد. ولأول مرة ظهر حديث داخل الأوساط الرياضية عن سيناريوهات أبعد من إعادة المباراة، سيناريوهات قد تعني تغيير طريقة تعيين الحكام، الكشف العلني عن محادثات الVAR في المباريات الكبرى، وربما إنشاء هيئة مستقلة للتحكيم خارج نفوذ الاتحادات القارية. مسؤول داخل الفيفا رفض الكشف عن اسمه قال لقناة أوروبية: هذه القضية لن تنتهي بقرار بسيط، إنها بداية تغيير كبير. وفي ختام الاجتماع قال كولينا جملة توقفت عندها كل وسائل الإعلام: ما فعله المنتخب المغربي على أرض الملعب كان شرفاً لكرة القدم، والآن واجبنا نحن أن نعيد لهم الشرف خارج الملعب. يا أصدقائي، المغرب لم يخسر، الذي خسر هو النظام الذي ظن أنه يستطيع سحق العدالة أمام العالم بصافرة. أسود الأطلس لم تخرج، بل صنعت قضية تهز أعمدة الفيفا. وإن كان الظلم لحظة فالحق دائم، وإن كانت الصافرة خانت فالتاريخ لا يخون. وإذا أعيدت المباراة ستكون أعظم لحظة انتصار للكرة النزيهة، لا للنتيجة فقط بل للحقيقة. اللهم أنصف المنتخب المغربي واكتب لهم ما يستحقون، واحفظهم من الظلم والحساد، واجعل لهم نصرا يعيد الابتسامة لكل عربي. آمين. ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك.